يا هلا فيكم من جديد. أنا ليدي موني. فيديو اليوم عبارة عن جلسة للعناية بالجسم. هذه الجلسة أنا أعملها من فترة جدا طويلة، لاحظت نتائج مبهرة، حرفيا غيرت لي بشرة جسمي. الجلسة جدا سهلة، هي عبارة عن خطوتين فقط، فخلونا نبدأ بالتفاصيل. أول شيء أحب دايم قبل ما أبدأ الجلسة أجهز لي مكان هادي، جو رايق، أشغل الشموع اللي أحبها أو الفواحات اللي أحبها بحيث أرتاح نفسيا وأقلل من الضغوطات. الخطوة الأولى هي دراي بريشنج أو تمشيط الجسم على الناشف أو السنفرة الجافة زي ما تحبوا تسموها. راح تحتاجين إلى فرشة جسم تكون مصنوعة من ألياف طبيعية. أنا هذه الفرشة عندي من سنوات وللآن استخدمها وأشوفها كل ما تقدم كل ما أحبها أكثر، لأنها تلين وتصير أخف على الجسم. أخذتها من The Body Shop. اللي يميزها أنه مسكتها طويلة فتساعدك توصل للمناطق الصعبة زي الظهر مثلا. طريقتها جدا سهلة، مجرد تمشطين الجسم بالفرشة وهو ناشف تماما، يعني ما يكون على البشرة قبل التمشيط أي كريم أو أي زيت أو أي شيء، تكون البشرة نظيفة وجافة. وتبدين بالتمشيط دائما باتجاه القلب، يعني من أطراف أصابع القدمين للساق، من الساق للفخذ على فوق باتجاه القلب. مشط الجسم برقة، لا تحاولي تكسين كثير على بشرتك علشان لا يعطيكي أي نتائج عكسية. على ان هذه الخطوة جدا سهلة إلا انها تحل اغلب مشاكل البشرة. راح تلاحظين انها تنشط الدورة الدموية بالجسم، بشرتك حتصير ناعمة، ما في حبوب، ما في بثور، البشرة راح تتحسن بشكل كبير، راح تقل التصبغات والسواد. كمان اللي يعانون من مشكلة ظهور الشعر تحت الجلد راح تتحسن بشكل ما تتخيلونه. واكثر نقطة يمكن لاحظت تحسن فيها هو السليوليت او التكتلات الدهنية في بعض مناطق الجسم اللي تيجي على شكل قشر برتقال، راح تتحسن بشكل جدا كبير، خصوصا إذا عملتوا الخطوتين ورا بعض. الخطوة الثانية هي تزييت الجسم. بما أن البشرة الآن مقشرة وجاهزة لاستقبال أي علاجات، فأنا أستخدم زيت للمساج جاهز من The Body Shop، في مجموعة زيوت مركزة، ريحته جدا جميلة وترطيبه عميق. بس تقدروا تستخدموا أي زيت ثاني أنتوا تحبوه، بس حاولوا تعملون مساج لنفسكم بالقليلة لو المناطق اللي تقدرون عليها زي مثلا اليدين أو القدمين، أو ممكن تشغلوا فيديوهات تعمل مساج ذاتي وتبدوا تعملون زيهم. وبس كذا أخلي الزيت على جسمي تقريبا حدود ساعة. أحاول إني أستغل هذه الساعة إما أنظف في البيت إذا عندي شغل، أو إني أعمل أي نوع رياضة. بعد كذا أخذ لي شاور. حاولوا تستخدموا ليفة تكون جدا ناعمة لأنه ما نبي نكسي على البشرة كثير، قبل شوي قشرناها، فالأفضل تكون الليفة جدا ناعمة. معها أستخدم أي شاور جل ريحته حلوة. أنا هنا استخدمت هذا بريحة الورد البريطاني، ريحته جدا ناعمة. بعد الشاور لا تنسوا ترطبوا بأي مرطب تحبوه. أنا هنا استخدمت هذه الزبدة، حرفيا رائعة. هذه ثاني عبوة أستخدمها وقربت تخلص كمان، ترطيبها ثقيل ممتازة وريحتها جدا حلوة. لو عندك مناطق جافة مثلا الركب أو الأكواع أو بشرة جسمك عموما جافة، ممكن تخلطي كم نقطة من الزيت مع الكريم المرطب، راح يخلي الترطيب أعمق. وبس كذا أكون ختمت هذه الجلسة. صدقوني لو استمريتوا عليها راح تلاحظون نتائج مرة حلوة بوقت قصير. أتمنى أكون أفدتكم. هذه طريقتي في تقشير وترطيب الجسم. انتوا اذكروا لي بالتعليقات، حابة أعرف إيش الطرق اللي تستخدمونها حاليا في التقشير. وبس هذه الفيديوهات السابقة لي لو ما شفتوها سيروا عليها، ويشرفني اشتراككم بالقناة. وباي باي.